هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي، يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهارده هنحط ميك اب مع بعض ونرغي شويه، واقول لكم انا اتعلمت ايه في 2024. هتكلم معاكم وانا بحط ميك اب عشان بقالنا كتير ما حطيناش ميك اب، ودي اقصى حاجه للاضاءه عشان انا مش عارفه اجيب الشمس خالص. هنستخدم منتجات جديده انا لسه شارياها، حاجات من شي جلام وحاجات كده، وهوريكم. مش عارفه بقى هتشوفوا، هحاول اوريكم البورز وكده وايه، هحاول اوريكم يعني الاضاءه. فلو انتم مهتمين كيبن واتشنج، متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم نوتيفيكيشن من كل فيديو جديد انا بعمله. يلا نبدا الفيديو. اول حاجه يا جماعه انا اتعلمتها بصوا الحبايه دي. اول حاجه خالص ان انا بجد بجد لسه هبله، ولسه بصدق الناس، ولسه بجد يعني انا السنه دي انا مش اتهريت، انا داس عليا كده، اتفرمت. عارفين المفرمه اما بتجيبوها تفرموا فيها حاجه كده؟ انا بالظبط اتفرمت. فهو انا بشكر 2024 الصراحه، عشان انا كنت ما اعرفش ان انا قويه او عندي التحمل ده، بس اكتشفت ان انا بتحمل قوي 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 وما بظهرش ده. انا ما بعرفش ابين، ما بعرفش اظهر يعني 1/10 من اللي ممكن يكون فيا. بس بقى اللي اكتشفته ان انا لسه هبله، وكنت فاكره ان انا بصدق ان انا اتعلمت، وان انا ازاي بعرف اتعامل، وان انا لا ما حدش يعني ان انا بقى اعرف اتعامل واعرف افهم والكلام ده كله. لقيت ان انا بجد بصدق الناس عادي جدا. يعني انا والله مش بشكر فيها، بس انا فعلا طيبه بجد. ولما بحب حد وبديله قوي وبهتم قوي عامه، يعني انا مش بتكلم على على الحب، بتكلم عامه. فانا انا طيبه، مش عندي اللي هي الحته دي اللي هي عند الناس دي، وان انا بقى اخلي بالي وان ده ممكن يأذيني وان ده ممكن يعمل. لا، بثق وبصدق طبعا، وبصدق بجد. يعني لسه هبله، معرفش، تقريبا انا مش هتعلم تقريبا، لان مش عارفه يعني اعمل ايه اكتر من كده، مش هتعلم تقريبا. فلقيت ان لا، لسه بتأذي، ولسه الناس لسه معرفش الناس بقى وحشه، ولا انا اللي هبله قوي، ولا ايه بالظبط. بس لسه هبله بصدق. فاول حاجه هستخدمها اللي هو الشي جلام ده يا جماعه، اللي هو ده اللي بيقولوا بيلزق الميك اب كده. هنجربه مع بعض. فعايزه اقول لكم كام حاجه كده. انا هحط نقطه بس صغيره، كام حاجه كده. انا مش عارفه يعني، الناس كلها البياعين جايه تيجي دلوقتي. عايزه اقول لكم كام حاجه كده بجد، ما تصدقوش اي حاجه وما تثقوش قوي، يعني بجد والله العظيم. بصوا المرايه هنا بس، فانا ببص هنا عشان انا طبعا يعني انا مش عارفه احط ميك اب واتكلم. انا عارفه ما اعرفش اعمل كده، فهحاول يعني. هو بيقولوا بينعم الميك اب قوي قوي، وبيلزق، بيخلي الفاونديشن يلزق عليه. فانا هحط على ناحيه وناحيه لا. ف لا ما ينفعش الانسان يبقى كده اصلا. بس برضو هاجي اتكلم واقول انا برضو هاخد حذري في ايه. يعني انا دلوقتي انسان لما بيجي يعني مش هينفع يفضل واخد حذره طول الوقت، ومش هينفع طول الوقت يبقى مخلي باله والكلام من ده. انا مش عارفه الانسان ممكن يعمل ايه، وممكن ياخد حذره ايه، او يتصرف ازاي. يعني طبيعي نثق لما نلاقي الناس اللي قدامنا كويسه معانا وكده. بس اكتشفت لا، ان انا والناس بقى تحذرني وتقولي لا ولا والشخصيه دي بتعمل وبتعمل، او الناس دي يعني لا. وانا كذا حد يحذرني وانا لا يمكن ويطلع كلامهم صح. فمش عارفه الصراحه يعني المشكله فين. حاجه كمان اتعلمتها، نفسي ثم نفسي ثم نفسي. انا من الناس اللي بتنسى نفسها، يعني نفسي بجد. نفسك اولا. ما بحاول ان انا في اي مشكله بيني وبين حد ان انا افهمه واشرح له انا ليه عملت كده، او انا ليه اتضايقت، او انا ليه عملت. لا بجد ببقى فاهمني الطرف اللي قدامي اكتر ما هاممني نفسي. فلا لقيت لا، نفسي انا ايه اللي يهمني، او انا الاول وبعدين اي حاجه تانية بجد والله العظيم. وحاجه كمان ان
انا لما بتضايق او لما بكون مثلا بقول كتير قوي لدرجه ان اللي ده ممكن يستخف بالحاجه ويخيل ان عادي يعني، وتتعمل كتير. او مثلا عارفين الناس اللي هي بتاخد حقها او بتاخد كده، يعني ان يعني لو لقيتوا هتلاقوا الناس اللي هي بتعدي وبتسكت لانها مثلا بتحب الناس دي وكده، هتلاقيهم الناس بتيجي عليها اكتر، والناس اللي بتتكلم لا بتعمل لها الف حساب. فلقيت ان دي حاجه المفروض حلوه انا بعملها مع الناس اللي بحبها. يعني والله مش نفس الحاجه، ما اقصدش لله العظمه طبعا، بس هو ربنا تواب ورحيم وبيسامح شديد المغفره طبعا. فهو بيسامح وبيدينا فرصه، يعني بيخلينا بيسامحنا، بس مش معنى ان هو بيسامحنا ان احنا نعمل اخطاء كتيره ونقول اصل هو هيسامحنا. هو زي ما هو بيسامح هو شديد العقاب. فبالظبط كده الانسان اللي بيسامح وكده، الناس بتفتكر ان هو يفضل يسامح ويعدي ويجوا عليه قوي لحد ما بيجي في مره ممكن على حاجه بسيطه خالص يلاقي حاجه كبيره حصلت، فلان كان في حاجات كتيره هو عداها. مش ما ينفعش ان انا استغل الحته دي ان هو بيعدي وبيسامح وافضل اجي عليه واضغط عليه واقول مش مهم هو هيتسامح، مش مهم هو هيسكت، فالاقيه لحد ما اوصله لمرحله ان هو لا بجد. ما ينفعش اصلا ان انا استغل الحته دي في حد. دي حاجه حلوه، لا اكتشفت انها مش حاجه حلوه خالص مش حاجه حلوه فيا. وان لما نقول الحاجه نقولها، ما نقعدش نقول كتير. يعني انا دلوقتي الحاجه دي بتضايقني قلتها خلاص. الحاجه دي لو اتعملت كتير يعني هي معناها حاجه من الاتنين، يا اما الشخصيه دي انت مش فارق معاها، يا اما مش مستخفيه بيك، يعني يا اما عادي. فما ينفعش ان انا افضل اقول دي معناها يعني بكل عقل الانسان انا ابقى عارفه ان الحاجه دي بتضايق حد وافضل اعملها فيه. فالمهم ان ما نقولش غير مره، يعني ما نقولش كتير، ما نقعدش ندي للناس، لان ما ننتظرش من حد حاجه بجد. هو يعني يا جماعه من الغباء ان انا انتظر نفس النتيجه بنفس الطريقه. يعني انا بعمل حاجه كل مره بعمل الحاجه دي بتحصل لي نفس النتيجه، مثلا نفس الحاجه بتحصل، فلازم اغير الطريقه. انا مثلا بعمل اكله معينه، بعمل خلطه معينه، بعمل خلطه عشان اعالج بشرتي، فانا بعالج بشرتي كل مره بشرتي بتتعالجش، يبقى في مشكله في الطريقه اللي انا بستخدمها. فما ينفعش من الغباء انتظر نفس النتيجه من نفس الناس اللي هم اصلا بيؤذوني، فما ينفعش خالص. فلا ما ينفعش افضل اقول وانتظر حاجه، لان مش هتلاقي حاجه. فلازم ستوب وشكرا كده. بصوا جبت ايه؟ شيجلام كنت هموت عليه. عارفين كان في زيتونه كنت هموت عليها اهو، بس هي الدرجه فاتحه قوي عليا بصراحه، ما تخيلتش ان هي تبقى فاتحه كده. الشيجلام ده كان حلم من احلام حياتي، عايزين نجربه مع بعض، بس هي الدرجه هتبقى فاتحه قوي. بصوا يا لهوي، انا يعني بصوا عشان دي انا ما اعرفش ان الدرجه هتبقى فاتحه كده. بصوا فاتحه جدا يا اختي، انا هبيض يا جماعه هبيض. بصوا بقى، تعالوا ندمج بالفرشه دي، هما بيقولوا ده للبشره الدهنيه، فاحنا هنجرب. بصوا بيضه قوي ابيضت قوي، بس انا بحب انا ادمج على وشي فعلا يا جماعه للبشره الدهنيه قوي. عايزه اوريكم بس كده، بس بصوا طبعا انتوا مش شايفين حاجه اهو يا جماعه، دمجته حلو قوي. بس انتوا ده اللي عايزه اقوله لكم بجد، ان انتوا تهتموا بنفسكم بس ما تهتموش لاي حد. جاست لقيتوا الانسان اللي بيضايقكم اول مره خالص بدا يعمل كده، قولي الحاجه، قوليها كمان لسه لا بجد لا والف لا. ما تقعديش تضيعي وقت وتضيعوا عمر وتضيعوا بجد وقت وطاقه. يعني اقول لكم مثال بسيط، انا ما بقتش قادره اساسا، يعني ما بقتش قادره، يعني ما حدش ليه ذنب، بس انا ما بقتش قادره ان انا مثلا
ابرر او اقول حاجه او اعمل، اللي يفهم يفهم خلاص. بجد دي حاجه اتعلمتها بقى، اللي يفهم يفهم. انا كان بيهمني قوي لا وازاي وانا ما عملتش كده ولازم افهم ولازم اعمل. انا يعني انا ما بحبش الظلم، فما بحبش حد يظلمني. ف تخيلوا، لا لا، اللي يفهم يفهم. اوكي انا كده، اوكي انا وحشه، ده انا اوحش واحده في الدنيا، انا اوحش واحده في الدنيا. اوكي ما عنديش طاقه، ما عنديش طاقه اقعد اوضح واقعد اقول واقول واقول. اصلا اللي بيحبني مش هيشوفني كده، اصلا اللي بيحبني هيسال، هيهتم. انا لما في حاجه بتضايقني بسال وبقول او لا، اللي عايز يشوفني كده يشوفني. انا مش مضطره ابرر ولا اوضح. وبعدين عندي مشكله كمان، ان انا مش ببين يا جماعه. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مش كتيرة الكلام، مش ببين. بمعنى ان انا لو متضايقه من حاجه ممكن ابين حته صغيره كده اهو والباقي كله ما يبانش. او مثلا بتصفى بسرعه او بتكلم عادي ما بحكيش، فالناس بتفكر ان انا رايقه وكويسه وجميله وانا ما ببينش. يعني حتى لو عندي مشاكل كتيره ما ببينش اللي عندي، بتكلم واضحك. فاحيانا بتبقى انت السبب في ان انت تخلي الناس طبعا احنا مش منتظرين حاجه من حد، بس انا بتكلم ان انت تخلي اللي قدامك ما يحسش بغلطه، ما يحسش انه لان انت بتبقى السبب في كده. انت ليك دور كبير في ان انت تحسس اللي قدامك ان انت لا زعلت والحاجه دي تضايق وزعلت. لكن لما تتعامل عادي وكأن مفيش حاجه حصلت، فبالتالي محدش هيتضايق. يعني ما ينفعش، يعني ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش نبرر حاجه، وما ينفعش اساسا نثبت لحد حاجه. يعني انا واحده اساسا تنحى بصراحه، ما بتحبش حد، يعني بتعمل كل حاجه بس يعني فلما اعمل حاجه وتلاقي حد مثلا، تلاقي لا انا مش مضطره ابرر، بجد انا مش مضطره ابرر واقول كل حاجه انا بعملها غاليه قوي عليا وكبيره عليا، ان انا ما بعملش حاجه اساسا. ف بس يا جماعه دي كده كذا حاجه يعني. وبجد بجد مش مهم اي حد، مش مهم اي حد. اللي عايزينه اعملوه من غير ما تبرروا حاجه. ومش مهم حد، ما تقعدوش تعملوا حساب لحد، طبعا غير اهلكم. عايزه اوريكم دوت اللي هو الجود بورز. بصوا الشمس، والله العظيم الشمس كانت موجوده راحت. ده بقى كان برضو حلم من احلام حياتي، عايزه اشوفه، بس انتوا مش هتشوفوا حاجه هنا. هاخد تنتوفه، بصوا صغننه. او ماي جاد يا جماعه، او ماي جاد، بص دخلت بوشي في البتاع. او ماي جاد، او ماي جاد، ايه ده؟ ده بينعم جدا جدا. او مون ديو، او ماي جاد، لا انا انبهرت بجد. بصوا يا جماعه، لا لا. طيب يلا نكمل بسرعه عشان انا رغيت كتير قوي. بصوا بقى يا جماعه، حاجه اخيره بجد عايزه اقول لكم عليها. اللي هي ايه؟ اللي هي ما تجوش على نفسكم عشان اي حد في الدنيا. لو انتوا مش عايزين تعملوا حاجه قولوا لا، لو مش عايزين حاجه ما تعملوهاش. ما تجوش على نفسكم، عشان انا باجي على نفسي كتير قوي قوي قوي، وما بيتشافش اصلا ان انا باجي على نفسي. فما تجوش على نفسكم عشان خاطر اي حاجه في الدنيا خالص. لو انتوا مش حاسين ان انتوا قادرين. عايزه اكمل لكم حته ان انا كنت ليه بقول لكم انا ما ببينش. لان انا مثلا ممكن يحصل حاجه فيجي انا ما بحكيش طبعا وما بقولش وما ببينش وبعدي وبسكت. يجي مثلا الاقي حد بيزعق لي على حاجه مثلا حاصله مع حد، فما احكي بقى اللي انا ما قلتوش لان انا اصلا ما بتكلمش. الاقي كلمه طب انت ليه ساكته؟ كل ده حصل فيكي وانت ما بتقوليش. الاقي الطرف التاني قال وانا ما قلتش. فانا مش يعني فاهمين؟ فانا مش بتكلم عامه بقى. فتلاقي مثلا ان انا على حاجه بسيطه خالص مع حد خدت اكشن كبير واتنرفزت واتعصبت وخلاص قفلت خالص. حتى الشخص نفسه يستغرب، هو ايه ده؟ هو انا عملت ايه؟ انت وانت يعني
يبقى انا رد فعلي قوي. فتمام، هو مش رد فعلي قوي، هو انا فعلا حاجات كتيره قبل كده عديتها كتير، فدي حاجه بسيطه جت خلاص اتس اوفر بجد. لكن انا حاجات كتيره قبل كده ما اتكلمتش فيها، او اتكلمت والله. ف... فتمام. حته بقى ان انتوا ما تجوش على نفسكم، ما تجوش على نفسكم، عشان ما حدش هيقدر. هتيجوا في مره مش هتقدروا تيجوا على نفسكم، هيتقال عليكم وحشين. فما تجوش على نفسكم، لان انا باجي على نفسي كتير وبحب قوي اعمل حاجات كتيره، بالذات لما ببقى مع حد يعني ايا كان بقى ايه، باجي على نفسي بقول مش مهم مش مهم، عشان ايه؟ الصحبه الحلوه، عشان الناس، عشان انا بحب دول، عشان كده. لحد ما بتلاقي ان مفيش تقدير، مفيش بجد خالص 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 تقدير. ف لا، متجوش على نفسكم ابدا، ما تعملوش غير اللي انتوا عايزينه. ومعلش ما تسمحوش لحد ان هو يفضل يضغطكم مقابل الحب، او باسم الحب، او باسم اي حاجة، لان ده مش حب. بس كده. عايزه احط معاكم بقيه الميك اب. بصوا الاموره اللي انا جبتها دي، بصوا يا جماعه، البتاع بيلزق الفاونديشن. حطيت على النص ده من شيجلام، وحطيت على النص ده اللي هو حلوة قوي قوي. والدرجة على فكرة عادية، مش قوي. الدرجة دي كنت هموت عليها، هموت واجربها. بتاعت شيجلام. وانا يا جماعة من النوع اللي هو بجد بجد لما في حاجة، يعني انا مقصرة معاكم في موضوع الفيديوهات. ان شاء الله نعمل فيديوهات كتيرة، لان بجد بتأثر نفسيا جدا. بصوا بقى الدرجة دي بينكش. اوه اوه، بصوا لما انا بنبهر، واو، لا بجد تحفة. ماي جاد، او ماي جاد. بصوا يا جماعة الدرجة، بصوا الدرجة، كيوت كيوت. اه، او ماي جاد، درجة تحفة. انا بتحط في الوش كله، لكن في فرشة كده كنت بستخدمها. انا عايزة اخلص عشان انا ليب جلوس. بس كده. لو عجبكم الفيديو متنسيش تعملوا لي لايك شير سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة. واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.